اخبار اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. حاليا كاينه مجموعه من الاخبار كتهم مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كنا كنعرفوهم من قبل، اللي تعرفنا على الاغلبيه ديالهم في كاس العالم، باستثناء ابراهيم دياز وجديد ديال الملف ديالو. بدايه غادا تكون مع اشرف حكيمي، واللي غادي نضرب بعجاله وبخلاصه على المردود ديالو في اخر مباراه ضد ريال سوسيداد في عصبه الابطال الاوروبيه. بصراحه حكيمي قدم مستوى متوسط، ماشي ديك المستوى اللي كنا كنتوقعوا منه. نسبه ديال التسديدات ديالو كانت تقريبا 74%. الالتحامات اللي ربح ديال الكره الفرديه مع لاعبين اخرين تتبلغ 50%. اللاعب رغم الامكانيات العاليه اللي عنده، ولكن بصراحه ما يمكنش انه يثبت الامكانيات ديالو في هذا الفريق هذا. كما كتشوفوا التقييم ديال حكيمي كان 7.4، تقييم جيد، ولكن بصراحه حنا كنتمناو ان اشرف حكيمي يمشي على المسار ديال مبابي ويغير الاجواء ديال هذا النادي. وكما كنشوفوا هنا في مجموعه من المواقع الكبرى عالميا كتحدث على ان ملف حكيمي مع باريس سان جيرمان سيتم فتحه، وغادي يتم تجديد ديال العقد ديالو، بحكم انه واحد من الركائز المهمه بالنسبه للمدرب لويس انريكي، وكذلك بالنسبه لمشروع نادي باريس سان جيرمان. نادي باريس سان جيرمان واحد النادي اللي كبير، عنده امكانيات ماديه كبيره، ولكن المشكل ديالو هو ان الدوري الفرنسي ككل هو واحد الدوري اللي ضعيف واللي التنافسيه ديالو قليله. ومعمر حكيمي الا بقى في باريس سان جيرمان ما غادي يحقق ديك البالماراس اللي كيتمنى اي لاعب، انه يكون عنده القاب خارجيه كبرى، وانه مثلا ينافس على الكره الذهبيه، الا حالات نادره بحال مبابي واللي العالم كله كيشهد بالقوه ديالو، بحكم انه فاز بكاس العالم مع المنتخب الفرنسي ولعب النهائي ديال كاس العالم اللي موراه. يعني لاعب اللي حتى شي واحد ما كيجادل على القوه ديالو، على الامكانيات الموهبه ديالو العاليه. اشرف حكيمي حاليا باقي ما كاين حتى شي حاجه، العقد ديالو مستمر مع النادي سنتين اضافيتين. النادي ديال باريس سان جيرمان كيحاول يحصل اللاعب، وكيقولوا انهم غادي يشدوا العقد ديالو بدايه من هذا الموسم هذا، يعني نهايه الموسم غادي يحسبوا الامر ديالو واش غادي يجدد العقد ولا لا، رغم ان العقد ديالو مازال فيه سنتين كاملتين. اما بالنسبه للاعب ابراهيم دياز فبخلاصه وباختصار، اللاعب حاليا خرجوا واحد المجموعه من المواقع الاسبانيه اللي كتقول ان اللاعب حسم الاختيار ديالو للمنتخب الاسباني، وهذا خبر كاذب ما عنده حتى شي وجه من الصحه. واللي كيخلينا نقولوا ان هذه الاخبار كاذبه هي ان نفس الاسلوب اللي داروا مع المنتخب الوطني المغربي ايام الزلزولي هو اللي كيتعاد نفس السيناريو حاليا مع ابراهيم دياز. كيحاولوا يضغطوا عليه ويضغطوا على الجامعه الملكيه المغربيه كذلك، بحكم ان الجامعه غادي تجتمع باللاعب ابراهيم دياز، الوالد الركراكي، ومع جوج ديال الاطر من الجامعه الملكيه اللي كانوا مسؤولين على الملف ديال ابراهيم دياز في هذا الاسبوع المقبل. هذا الكلام هذا اللي اكدته صحيفه موقع جول، اللي كيقول بان اللاعب ما حسمش الاختيار ديالو، انه حاليا مازال ما قرر حتى شي حاجه، رغم ان مجموعه من المواقع الاعلاميه الاسبانيه كتحاول تمارس واحد الانواع من الضغوط على اللاعب، ولكن حاليا ما كاين حتى شي حاجه رسميه. الشيء الوحيد هو ان دياز غادي يكون ان شاء الله عنده واحد الاجتماع مع الاطر ديال الجامعه الملكيه المغربيه، ومن بعد غادي يتم حسم القرار ديالو. وكل شيء كيعرف ان الركراكي ولا الجامعه الملكيه المغربيه ما يمكنش انها تقبل انها تجتمع بواحد اللاعب اللي ديجا حسم القرار ديالو بانه يمثل منتخب اخر. هذا كل ما يخص باللاعب ابراهيم دياز. اللاعب التالي هو بلال الخنوس، اللي قررت مجموعه من الانديه انها تفتح ملف التفاوض معه. اللاعب كان صرح سابقا بانه كيتمنى انه يلعب في الدوري الاسباني، بل ابعد من ذلك ان اللاعب بدا كيقرا مجموعه من الدورات التكوينيه في اللغه الاسبانيه، وهذا كيدل على ان اللاعب عنده التوجه بانه غادي يكون الاولويه بالنسبه ليه في العروض المقدمه ليه تجاه الدوري الاسباني. اللاعب كتبلغ القيمه السوقيه ديالو 22 مليون اورو، لكن فريق جينك مصر على انه يحصل على 35 مليون اورو. حاليا ما كاين حتى شي حاجه رسميه، باقي ما كاين حتى شي حاجه على ارض الواقع. ثالث موضوع بالنسبه لنا اليوم هو التصنيف ديال المنتخبات اللي طرحته الفيفا، واللي عرف ان المنتخب الوطني المغربي تقدم بمركز، كان في المرتبه الثالثه عشر وتقدم المركز الثاني عشر. بالنسبه للفرق العربيه الاخرى كالجزائر تاخرت ب 13 مركز،
تونس تاخرت ب 13 مركز، مصر تاخرت بثلاثه ديال المراتب، السنغال اللي تقدمت كذلك ومثال، الكوت ديفوار حامله اللقب تقدمت ب10 ديال المراكز. هذا كل ما عندنا هذا النهار هذا. كنتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المنتخب الوطني، والى اللقاء.